مساء الخير. طبعا كلنا شفنا مباراة الزمالك ودريمز الغاني بالأمس. المباراة فيها بعض الأخطاء الفنية، دي طبعا ليها علاقة بجوميز، مش هنتكلم فني، لكن أنا بس حابب أتكلم في جزئيتين. أول حاجة، أنا ضد إهانة أو تطاول على لاعب كبير بحجم وقيمة شيكابالا. في بعض البيدجات وبعض الاكونت الزملكاويه او المنتميه لبعض جماهير نادي الزمالك بتطالب باعتزال شيكابالا. انا بتمنى لو شيكابالا هيعتزل يعتزل بدري قبل الجمهور ما يقول له اعتزل. في اساطير كتير جدا في نادي الزمالك اعتزلوا والنادي ما اتقفلش. شيكابالا نجم، نجم. شيكابالا نجم اسطوري لم ولن يتكرر. شيكابالا نسخه واحده بس، ننتقده مش مشكلة، نختلف معاه مش مشكلة، نقول مستواه ومش مستواه بتاع مش مشكلة، كل ده كلام فني، كل ده كلام فني. لكن هو أسطورة لم ولن تتكرر، وهناك فارق بين نقد أو انتقاد من مشجع زملكاوي مصلحته نادي الزمالك، وبين مشجع أو مغرض غرضه هدم فريق نادي الزمالك. انا بتكلم بهدوء عشان اقدر ان انا اوضح وجهة نظري واوصل الرأي بشكل صح، بشكل مظبوط. اللي عايز يفهم الكلام بشكل صح يفهمه، واللي مش عايز يفهم الكلام يحاول يفهمه صح. الجزئية التانية وهي مجلس الإدارة. مجلس الإدارة فيه لعيبة كتير جدا لازم تمشي من الزمالك بنهاية الموسم. مصطفى شلبي كان جاي نجم، اللاعب ما تعرفش ايه اللي حصل له، فجأة الريتم وقع، مستواه نزل خالص، حصلت له بعض المشاكل، الجمهور بقى بيهتف ضده. في حاجات كتيرة لها علاقة بمصطفى شلبي. يعني بنهاية الموسم مصطفى شلبي، إبراهيم نضاي، الجزيري، في كذا لاعب لازم يمشي من الزمالك. محمد عواد لو عايز يستمر بشروط نادي الزمالك، يجدد ب6 يجدد ب7 يجدد ب5 مش مشكلة، ولو جه لاعب افضل منه او حارس افضل منه مش مشكلة ان هو يقعد له احتياطي. مفيش حد كبير ان هو يتعلم. الناس بتبقى دكاترة في جامعات وبيروحوا يحضروا محاضرات هنا وهنا 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 في اخر الدنيا، وبيتعلموا من دكاترة ومن معيدين اصغر منهم سنا. مش عيب يا جماعة، مش عيب. خلاص. فوالله اللي شايف ان الزمالك او الدكة كبيرة عليه او ان هو كبير على الدكة، خلاص يتفضل يمشي مع الف سلامة. وزي ما قلت لحضراتكم، ولا الزمالك هيقف على حد، انما اللاعب يقف على الزمالك. اي لاعب مهما كان اسمه ايه يقف على الزمالك، لكن الزمالك مش هيقف على لاعب مهما كان اسمه ايه، مهما كان اسمه ايه. في اخر بس الفيديو حابب اقول حاجة. شيكابالا نجم كبير وما ينفعش حد ينتقده او يتطاول عليه الا نقد بناء. مفيش حد فوق النقد طبعا، وانا ما اقدرش اقول للجمهور قول او ما تقولش، لكن انتقدوا بس باسلوب راقي، باسلوب محترم. انا بس اتمنى من جوميز ومن المسؤولين المحيطين بمجلس اداره نادي الزمالك يبلغوا جوميز، وانا عارف مين هيوصل الكلام وعارف مين هيعمل ايه. تمام. حضرتك وصل لهم الكلام، بس بلغهم ان في لعيبه ما تستحقش ان هي تبدا اساسيه. في لعيبه لازم تقعد على الدكه شويه، في لعيبه لازم تريح. خلاص. ولو حضراتكم يعني تكرمتوا، بلاش نطلع في الاعلام نفضل نتكلم في مشاكل النادي ونحكي في حوارات النادي والكواليس. كل نادي عنده كواليس وعنده مشاكله وعنده اسراره. فانا اتمنى من مجلس الاداره الحالي بكل ادب وكل احترام، هم كلهم ناس محترمين جدا، ما يدخلوش نادي الزمالك او يطلعوا اسرار نادي الزمالك في الميديا. تمام. لان ده بيؤثر بالسلب وبيخلي الجمهور يطلع ويتكلم ويتناقش في كل حاجه. الجمهور بيطلع بيتكلم وبيتطاول على بعض المغردين، او برضو مش لاقي لها مسمى يعني. تمام. الجمهور بيطلع وبيتطاول على اي حد بيصرح او بيطلع اسرار ليها علاقة بنادي الزمالك. اتمنى الفترة اللي جاية كل التوفيق يا رب لنادي الزمالك في اللي جاي، وندعم فريقنا لحد ما نوصل نهائي الكونفدرالية، وكلنا يا رب بألف ألف 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 خير، وكلنا يا رب ورا نادي الزمالك، وكل سنة وانتم طيبين. شكرا.